الفكره ينفع، كانت حاجه غير ينفع قبلها بسنتين وشويه. يعني ينفع مش اول حاجه، ينفع مش اول محاوله اللي ينفع اصلا، مش من اول محاوله ليا. اوكي. ينفع مش اول محاوله انها تبقى ينفع. فقلنا ان احنا عايزين نعمل ايه، برودكت يكون تعليم وبتاع. يعني خليني عشان كده، يعني انا فكرت في السيكتور قبل ما افكر انا هعمل فيه ايه. انه انا هعمل حاجه في التعليم تكون بتساعد الناس، تمام، وتكون برودكت وتكون بيعمل فلوس. ودي حاجه اللي هي بتاع، فاكر الموضوع اللي كان بتاع سكرين شوت مش عارف ايه. استنى جايين ماشي، جايين له حاله. نعمل حاجه في التعليم، تمام. طيب انا قلت شفت كنت حكيته لك من شويه بتاع الناس وما حدش بيهتم وبتاع التزام. فانا قلت خلاص هنعمل حاجه بفلوس قليله، يعني نحاول نرخص سعر الحاجه، نرخص ممكن ده الناس، نخلي سعر الحاجه اقل حاجه ممكنه، ولكن يبقى كل الناس كومبرومايز، كل الناس واخده حقوقها ومبسوطه. لان هقول لك حاجه، ساعات مثلا بنيجي نعمل كورسز يقول لك انا هعمل، احمد مثلا شاطر جدا يقول لك انا هعمل الكورس ده مثلا ببلاش، ماشي، هيجي مره اتنين، مش هيلتزم عشان ما فيش مقابل. لا على فكره هو ساعات بيبقى ملتزم لله، تمام، ما فيش حافز. هيجي مره لا هيجي هيقول لي انا هاجي شهر، مش مره قصدي وان تايم، هيجي ما هيعمل الكورس كامل شهر شهرين مره، هيجي التاني مش هيجي تاني. نعم هقول لك خلاص انا بعمل حاجه تانية، لا في حاجات مش لازم اعمل دي. فقلت لا لازم اعمل حاجه تكون سستينبل، تكون حاجه مستمره، فبالتالي لازم يكون الشخص ليه مقابل. فكرتي اللي هي كانت غلط ان هو التعليم ده اغلى حاجه فيه المكان اللي احنا بندرس فيه، تمام. فعملت حاجه كده، انا من الناس ما بتحبش تعمل، ما بحبش ابلان كتير، بحس ان هو تضييع وقت. ببلان حاجه بسيطه كده، بشوف خش حلو. لان انا اصلا كمان ما عنديش يعني ما عنديش ابويا بيدعي لي وامي بتدعي لي وكده، بس احنا هنا، تمام، مفيش بقى بعد كده which is انا بالنسبه لي ده يعني ربنا يخليهم لي يا رب.